بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اليوم غادي نعرفوا واحد المصطلح في غاية الأهمية، واللي غادي يعطينا واحد الدلالة واضحة بأن لهجة طنجة هي لهجة منفتحة على اللهجات الأخرى، وغادي تعطينا الدليل بأن المجتمع الطنجاوي ما كانش مجتمع منغلق. وحنا إذا جينا نهضروا على لهجات طنجة المتميزة كيف ما كيبغي بعض الناس يسوقوا هذه الفكرة، فخصنا نعرفوا بأن كل مدينة عندها تميز في اللهجة ديالها وفي اللكنة ديالها بالنطق، وهذا من دليل التناقل هذه اللهجة شفاهة وسماعا ما بين الأجيال. ولكن كل ما كانت اللهجة يعني خالصة صافية، فكيكون المجتمع غالبا منغلق على راسو وما كيكونش منفتح على المجتمعات الأخرى. الموضوع ديالي ماشي هو موضوع مناقشة اللهجة واللهجة الطنجاوية بالخصوص، ولكن غادي نشوف واحد المصطلح كان في اللهجة الطنجة مستخدما ومستعملا، وهو يستخدم فقط في مدينة طنجة ويستخدم في مدينة فاس. ففقرة توصيل المياه الصالحة للشرب في كتاب طنجة ومنطقتها في صفحة 321 كيقول المعادي عرف بالشويلق في فقرة توصيل المياه الصالحة للشرب للمدينة في صفحة 321 من الكتاب المذكور. كيقول المعادي هي طبقة من أو فرشة من المياه الجوفية في طريق فاس، وكانت عبارة أو مجموعة من المربعات أو المكعبات مبنية، وكيتم الاستخدام ديالها باش ما تخليش الماء أو لحبس الماء. وهي كيقول بلاخ باقي كتظهر مشاهدة في طريق فاس وفي بعض البساتين والأغراس المتاخمة والقريبة من طريق فاس. باش نعرفوا هذا الموضوع أو باش نشرحوه، أن المعادي اللي كنهضر عليها هي أو المكان اللي كنهضر عليه هو ما بين قبة سلاطين وسوق الرمل. وبالضبط المعادي كانت توجد بطريق فاس أو طريق القوافل اللي هي موجودة بالضبط بالقرب من فندق فالنتينا. وهذا الفندق النمساوي كان معروف كذلك بالمصور الشهير جدا فيكتور هيل. نرجع للتعريف بالمعادي. هاد البلاصه هادي كانت معده. هاد البلاصه كانت معده وكيخرج منها الماء ايام الخير، كيخرج منها الماء، وهاد الماء كيضرب حتى للركبه هنايا وما كيقدش بنادم يدوز. المعادي هي جمع معده، وهذه مستخدمه فقط في مدينه فاس. والمعادي هو أو المعدة هي واحد السهريج صغير، لا يرقى يكون سقاية ولا يرقى يكون عين ولا يرقى يكون بير ولا يرقى يكون مطفية. فالمعدة هي كتكون كتعمر بالماء د الشتاء أو كتحبس الماء د الشتاء باش تتجمع وتمشي في الاتجاه أو في القناة اللي هي معمول لها. فبالتالي كانت أو في الديور فاس وإلى يومنا هذا، وخصوصا في الرياضات اللي الرياضات هي الديور كبيرة كتكون فيهم أكثر من معدة، واللي هي الجمع ديالها عندنا في طنجة المعادي. فإذا هذه الكلمة المعادي
وتم استخدامها من نهاية القرن 19 إلى النصف أو المنتصف الأول من القرن العشرين، لأن كانت الحاجة لتوظيفها. كما أن هاد المعادي عندها واحد الدلالة أنها هاد الكلمة والدلالة ديالها أنها جاءت في طريق القوافل اللي هي طريق فاس، وحتى أنه في مدينة طنجة كانت توجد لدينا باب تسمى بباب فاس، هذه الباب المهدومة اللي كانت داخل المدينة القديمة. إذن لهجة طنجة هي لهجة متسعة منفتحة على محيطها الداخلي والخارجي، وغادي نفهموا في الحلقات الماجية إن شاء الله بعض الكلمات التي دخلت وأقحمت وبعض الكلمات المندثرة من لهجة أهل طنجة. أصدقائي، حلقتنا اليوم انتهت، ألتقيكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، إلى اللقاء.